السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وفيديو مهم جدا. في الفيديو ده هنتعرف إن شاء الله على الترددات اللي عن طريقها أظبط جميع قنوات النايل سات وأقدر أستقبل كل القنوات مع بعض في وقت واحد. في كتير بعتولي قالوا لي إن إحنا مثلا على سبيل المثال زي ما حضراتكم شايفين هنا أنا ممكن أستقبل قناة بين سبورت إشارة قوية جدا، وبين الإخبارية مثلا على التردد 12605 إشارة 93%، يعني معنى كده إن النايل سات مظبوط. ولكن مثلا بروح هنا على النيل سبورت بلاقي الإشارة صفر، باجي هنا على اون سبورت بلاقي الإشارة صفر، اون سبورت برضو الإشارة صفر، الأهلي سبورت الإشارة صفر. إيه هنا المشكلة؟ المشكلة هنا إن قمر نايل سات في جنبه قمر بيستقبل برضه قنوات عربية اسمه يوتل سات في المدار من 7 ل 8، ففي فرق ما بينهم درجة. فعلشان استقبل القمر صح لازم اكون موسطن العملية، يعني اخلي العملية مظبوطة شوية. طب ازاي؟ هنا مثلا انا بجيب بين الاخبارية ودي هنظبطها على 12605، هلاقي مثلا هنا ان الاشارة 93%. لو حضرتك عندك موتور هتحرك الطبق ناحية الشمال، يعني ارفع الطبق لفوق. لو حضرتك الطبق ثابت بحرك الطبق ناحية الشمال، بفك الطبق وبحركه سنة واحدة ناحية الشمال، بحيث ان انا اوصل الاشارة انها تقل درجة او اتنين. يعني لو مثلا معايا انا بالموتور احرك سنتين بالموتور لحد ما اقلل الإشارة، مثلا الإشارة وصلت هنا 92% أو 91% مثلا. برجع هنا بقى بشوف اون سبورت لقيت ان الإشارة وصلت هنا 91%. طب مثلا قناة الزمالك الإشارة وصلت مثلا 92%. طب أبص على بقية الترددات، هنفترض مثلا ادي قناة روتانا سينما الإشارة 91، قناة مثلا الشاشة 91، بعد كده قناة سكرية. هنلاقي ان المتوسط بتاع القنوات كلها مظبوطة. طيب ايه الترددات اللي هظبط عليها؟ عندي ترددين مهمين جدا. التردد الاول اللي هو قناة بين الاخبارية 12605 على معدل الترميز 27500 افقي. التردد الثاني وهو قناة اون سبورت، بحاول ان انا اخلي الترددين دول بنفس المعدل. التردد اون سبورت 11862 معدل ترميز 27500 رأسي. كده بقى اقدر استقبل كل القنوات. لو حضراتكم شفتوا هنا هتلاقوا ان المتوسط الاشارة كل واحد، وان انا قدرت استقبل جميع قنوات النايل سات. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. شكرا جدا لحضراتكم.